السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم من جديد على القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أتم صحة وسعادة وعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله. كيف ما كتلاحظوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الشباكية بطريقة اقتصادية جدا، كتجي مجعبة شاربة العسل هشيشة زوينة بزاف، مع واحد لاستيوس اللي غادي نعطي لكم اللي غادي يسهل عليكم الخدمة، وغادي تحضروا يعني الشباكية ديالكم بلا عوين بلا تمارة، وغتنجحوا فيها وتنجح معكم ان شاء الله بحول الله. فكنتمنى ان شاء الله تبقاو معنا لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. هنا غادي نقولوا بسم الله على بركه الله وغادي نبداو في التحضير ديال الشباكيه ديالنا. هنا عندي كيلو وربع ديال دقيق الفورس العادي، زدت عليه معلقه كبيره ديال القرفه، 2 معالق كبار مخلطين ما بين نافع وحبه حلاوه. وهنا غادي نضيف واحد الكاس، كاس وربع، كاس وهكا ونص ديال الزنجلان اللي مطحون مزيان كيف ما لاحظتوا معايا. وغادي نخلط هاد النواشف مزيان 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 مزيان. انا المسكه درتها طحنتها مع واحد شويه ديال المسكه، طحنته مع الزنجلان. ملي كنت كنطحن الزنجلان طحنت هذيك المسيكه صافي وضفت هاد المكونات. انا كنخدمهم مزيان، خصنا هاد المرحله يعني نحاولوا هكا نرملوا نخدموا داك النواشف مزيان هكذا، نخلطوهم مزيان مزيان مزيان. وعاد غادي نولي نغربلوهم ندوزوهم في الغربال هذاك الرقيق باش يعني كلشي كيتغربل لنا وكينزل وما تقطعناش العجينه. يعني من بعد لا بقات فيها شي حاجه هكذايا يعني شويه غليظه صافي كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نولي نهز هكذا ديك الطحين اللي خلطته مع دوك المكونات الجافه، وغادي نبدا نغربل هكذا في هذاك الغربال الرقيق. كنبقى ناخذ من هذاك الطحين اللي لتحت وكنخويه على داك الزنجان اللي بقى ليا في هكا باين، وكنزيد نحكوه مزيان باش كينزل يعني كميه كثيره ديال الزنجان، كيبقى غير داكشي اللي حرش يعني وما تطحنش مزيان هو اللي كيبقى عندي في الغربال صافي فقط. صافي كنستمر حتى كنسالي كيف ما لاحظتوا معايا، كناخذ الطحين وكنحطو عليه وكنحكوه ونقربلو مزيان حتى كيبقى داكشي اللي غير يعني غليظ ما غاديش يتغربل. صافي كنزولو وغادي نبدا نضيف السوائل. هنا كنوريكم السكر انا خلطتها يعني مع الزنجلان. عندي كاس ديال الزيت، العبر ديال الكاس ديال العنبه، وربع كاس ديال الخل. انا درت غير الخل يعني العادي داك الاحمر، وكاس ديال الزبده. هنا قبيصه الملح باش ما نساوهاش لصحيح الذوق من طبيعه الحال. وكاس ديال الزبده، انا درت الزبده خلطت ما بين نص زبده نباتيه وزبده يعني ديال البواطه، وخيتهم طبخوه مزيان حتى كتحيدوا داك يعني داك الماء السوائل، وكيبقى غير الزبيده يعني هكذاك ما خليتهاش رجعت نوازيط وانما غليتها مزيان حتى تحيد من هذاك البخار داك الماء ديالها كيتبخر صافي. وزدتهم هنايا وغادي نبدا نبسس مزيان هذاك الطحين مع هاد السوائل مزيان مزيان مزيان. هاد المرحله يعني نعطيوها الخاطر ونعطيوها شويه الوقت، ان هاد المرحله هي اهم حاجه في الشباكيه وفي نجاح الشباكيه ديالنا ان شاء الله. من بعد كنخدمها مزيان، رانا حبست الكاميرا وخدمتها يعني مزيان وبسستها مزيان مزيان مزيان. وعاد من بعد غادي نزيد خماره. انا الساشي ديال الخميره ديال الحلوه من الفئه ديال 8 غرام اولا 7 غرام اللي عندكم. هنا راه بنتي كتعاونني واقفه حدايا. وغادي نزيد هنا كاس ديال ماء الزهر مع دوبت فيه ضويمه ديال الزعفران، حيت ما عنديش زعفران شعره. اللي عندكم زعفران شعره ديروه حتى هو ضيفوه، ديروا هاد الضويمه ديال الزعفران وعاد داك الزعفران شعره كيعطي حتى واحد اللون ومذاق زوين صافي. وجمعت كملت الجميع بكاس ديال الماء. درت كاس ديال الماء زهر وكاس ديال الماء فقط هو اللي هزت ليا هاد العجينه ديالتي. لان خصنا نبقاو نضيفوا السوائل غير شويه بشويه باش ما تجرناش العجينه
صافي هنا جمعت العجينه وكنحطها هنايا فوق هاد فوق يعني لو بلون دو طرافاي باش نقادها شويه. راه ما دلكتهاش، غير ديتها وجبتها هكا باش كينسجموا دوك المكونات مزيان وصافي فقط، لان مازال غندوزها في الماكينه. فراه هي اللي كتدلكها وكتقادها، ما عندناش نضربوا فيها تماره. صافي هنا غادي نقسم العجينه ديالتي غير ربعه ديال الكويرات كيف ما تلاحظوا معايا. صافي وكنجمعهم كذا هكذا وكنقادهم كنكورهم. من بعد غادي نديرهم في بلاستيك، ساشي ديال البلاستيك ضروري. العجينه ديال الشباكيه خصنا نديروها في ساشي البلاستيك، ما نخليوهاش كاع على برا باش ما تنشفش لينا. غادي نسد عليهم وغادي نخليهم يرتاحوا. انا ما خليتهمش بزاف صراحه، خليتهم غير واحد ربع ساعه فقط. صافي ورجعت هكا نكمل الخدمه ديالي. بديت كنطلق فيهم كل كره كنطلقها على هذا الشكل. ملي كترتاح كتسهل اننا نطلقوها ونخدموا بها. من طلقتها غادي نشكل على شكل رغيفه صافي، وكنرجعها للبلاستيك وكنجبد كره اخرى وكنستمر حتى كنسالي هذوك الكرات الكاملين اللي كانوا عندي يعني كاملين. وكذلك عاوتاني كنغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه اخرى. ما كنخليهمش انا بزاف، غير ربع ساعه في الاول، ربع ساعه عاوتاني دابا. صافي وغادي نبدا نطلق كل يعني شكل ديال اللي شكلت على شكل رغيفه كنطلقها. وهذا هو لاستيوس اللي بغيت نعطيكم، ان كل رغيفه كنجبدها كنحلها كنقادها كنقطعها وكنورقها وكنشبكها وكنخدمها، عاد كندوز يعني وديك الرغيفه الاخرى. كنتمنى يكون يعني واضح كيفاش يعني الطريقه اللي بغيت نقول لكم نوصل لكم. يعني كل هكا رغيفه كنجبدها، يعني كل عجينه على شكل رغيفه كنجبدها كنطلقها هكذا كنقسمها، حيت كل رغيفه غادي نخرج منها يعني بزاف ديال لي مورسو د العجين. كل رغيفه كنحصر منها على 4 ديال لي مورسو د العجين اللي غادي نجمعهم. غادي نديرهم كذلك في واحد غادي نخليهم في البلاستيك ضروري، ما يمكنش نخليو يعني على برا. غادي نجمعهم ونديرهم هكا في البلاستيك وغنبقى نورق كل وحده في الماكينه ونطلقها حتى كنسالي هاد المجموعه. يعني هذه عاد غندور للرغيفه اخرى حتى هي نحلها ونفس الطريقه. هنا طلقت العجينه ديالي كنطلقها هكذا على هذا الشكل هذا. انا بالنسبه للماكينه ديالتي راه طلقتها في الاول في الجوج وفي الخمسه عطاني هاد السمك ديال العجين يعني هكذا رقيقه، يعني كل واحد على حسب الماكينه ديالو. وهنا كنطلق بهذا الطابع ديال الشباكيه اللي صراحه كيسهل الخدمه صراحه. الا كانت عندك يعني الماكينه او الوراقه وهذا الطابع ديال الشباكيه صراحه راه ما غاديش تحسي يعني بالثمره ديال الشباكيه. صافي كنقطع على الشكل غيرقاو تبركوا عليها مزيان باش كتبقى مطراسيه يعني الطراس ديال الشباكيه. كنحيد داك اليديده ديالها كنحيدوها وعاد كنبقاو نخدموا بها باليد باش كتجي هكاك اسهل كتحكمي فيها. صافي كنبقى نحيد هذوك الزوائد وكناخذ هادو الطريفات ديال الشباكيه ديالتي اللي مطبوعين ناضيين. وهذاك الزوائد اللي كنجمعوهم انا ما كنعجنوهمش، كنجمعهم على هاد الطريقه هذه كيف ما لاحظتوا معايا. صافي كنبقاو نجمعوهم ونديرهم تما في البلاستيك باش من بعد كنوليو نعجنوهم كذلك، يعني نطلقوهم ونخدموهم كذلك ما غاديش نضيعوا. صافي هنا كنحصل على داك يعني لي مورسو ديال الشباكيه ديالتي اللي مطبوعين ناضيين، وكيجيو صراحه قياس واحد بهاد الطابع ديال الشباكيه. كتجي الشباكيه كلها قياس واحد مقدوده، كتجي زوينه صراحه. وكيف ما كتلاحظوا معايا كيف ما قلت العجينه ملي كنجمعوها كنجمعوا على هذا الشكل، ما كنوليوش نعجنوها راه كنجمعوها بحال هكايا. صافي وكنبقاو نجمعوها ونديروا طرف على طرف حتى كنوليو نطلقوها ونوليو نخدموا بها كذلك. صافي هنا كنجمع هذاك العجين ديالتي كاع اللي كنطلقها كنجمعها على هذا الشكل وكنديرها في واحد الغطير ولا هكا بينيو مهم حدايا. كنجمعهم في واحد شي اناء اللي حدايا وكنجلس في الطبيله ديالتي وكنبقى نشبك حتى كنسالي
يعني الدفعه الاولى، عاد كنولي نطلق عاوتاني هذيك الرغيفه الثانيه، وكذلك كنطلقها ونقطعها ونجلس كذلك نجلس في الطبيله ونجلس نشبك حتى كنسالي يعني التشبيك، يعني الشباكيه ديالتي كامله، يعني ما كتعيش بزاف وما كتحسي ما كضربتيش يعني تماره بزاف. صافي انا كنوريكم الطريقه ديال التشباك. كندير يعني كنطويها على جوج، وكناخذ داك الواحد اللي بقى كنديرو في الوسط وكنشدو وكنقلب الشباكيه ديالتي وكنحصل على الشباكيه على هذا الشكل. كتجي زوينه صراحه، هذه اسهل طريقه ديال التشباك وكتجي زوينه وناجحه. هنا جلست هنا في الطبيله وبديت كنشبك على خاطر خاطري، وغادي نعاود لكم وحده اخرى يعني بالعرض يعني البطيء هكا واضحه. كنقلب واحد على جوج هكا على جوج، وديك الوحده اللي كتبقى شايطه كنجيبها للوسط وكنولي نشدها وكنديروا الصبيعه في ديك الخويه وكنقلبوها صافي، وكنحصلوا على الشباكيه ديالنا على هذا الشكل. سهله صراحه، راه ماشي زعما شي حاجه صعيبه. صافي وكنستفها في البلاطويط ديالي، صافي استفتها كامله وغادي نبدا نقلي. انا صراحه بيتها حتى الصباح لان كان الوقت معطرين، بديتها حتى يعني العشيه وغطيت عليها بواحد التويب، وتا الصباح عاد بديت كنقلي. هنا كنقلب بهاد اللعيبه، كنت باغا نقلب هذاك الكوردون ولا داك العود ديال العود ديال الشواء اللي كنديرو يعني في الشوا، كيجي سهل صراحه هكا في القليب. وانما في هذه اللحظه بالضبط ما عرفتش راسي فين حطيته، ما عقلتش عليه تماما. فصافي جبت هذه يعني اكتفيت بها حتى هي راه يعني قضات لي الغرض. صافي كنبقى نقلب الشباكيه، كنقليوها على عافيه مهيله، يعني من نجهدوش عليها النار باش ما تخطفش لينا، وغير كتبقى الذهب كتحصل يعني توصل لهذا اللوين هذا. صافي كنهزوها وكنحطوها في العسل اللي دفيته واحد شويه، لان العسل دايره انا ثقيل شويه باش يبقى لاصق عليها ويعني يشد مزيان. الا بغيتو يعني العسل راه نحطه ديجا في الفيديو اللي قبل من هذا في القناه. جا واحد العسل صراحه زوين بزاف هائل، ودرتو شويه عاقد يعني باش يجي للشباكيه يبقى لاصق عليها. وهنا دفيتو شي شويه وعاد بقيت كنحط عليه الشباكيه، وكنقلي جوج قليات كنديرهم في العسل. والقليه الثالثه ملي كتقرب طيب عاد كنزول هذوك جوج قليات اللي حطيت في العسل باش كنعطيوها الوقت الكافي باش تشرب العسل يعني وتجي هشيشه وتجي زوينه، تجي شاربه العسل ديالها. صافي كنكون ناقصه النار وكنحط الشبيبيكيه ديالتي وكنقابلها بشويه وكنخليها طيب على خاطرها، وفي نفس الوقت هذيك جوج قليات اللي في الطنجره ديال العسل كياخذوا حتى هما وقتهم وكيشربوا العسل على خاطرهم. صافي غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى كنسالي يعني الشباكيه ديالتي كامله هكذا بالقلي وبالتعسال. ولاحظتوا معايا الشباكيه راها دايره الرغيوه واحد شويه الرغوه، واخا انني راه ما دايرهاش فيها البيض نهائيا. هنا باش نعرفوا يعني بالله داك البيض ماشي هو السبب ديال ان كيدير لنا الرغوه يعني في القلي، ماشي البيض نهائيا. يعني لو بغيتو ديروا البيض راه ماشي اشكال، ماشي هو اللي كيدير. انا صراحه كنديرو دائما، غير هاد المره هادي حتى بديت كنصايب فيها وعاد لقيتو تقاضى ليا وما لقيتش ليا تسخر ليا فدرتها بلا بيض صراحه. وما انا كندير فيها ديك الصفر بيضه، ما يعني ما كنخطاش داك الصفر بيضه كنديرو، مي هاد المره يعني ما لقيتش كندير فدرتها بلا بيض. وما وجات يعني زوينه، ماشي زعما جات قاصحه ولا شي حاجه، انما جات هشيشه وجات معلكه وجات زوينه صراحه. صافي هنا القليه اللي شربت العسل مزيان كنهزها كنديرها في هاد الكسكاس هكذا حتى كتقطر، وكنحط القليه ديال الشباكيه اللي تقلات عاوتاني كنرجعها في العسيله وكنستمر حتى كنحصل يعني على الشباكيه ديالتي. هنا وريتكم واحد شويه ديال الشباكيه ديال السبوله، داك اللي بقات لي العجينه اللي بقات لي في الاخير درتها على شكل سبوله، فعرفت ما نبقى نقطع يعني ويبقاو لي الزوائد. درتها على شكل سبوله جات ساهله ومبقاوش الزوائد يعني شايطين. هنا الشبيبيكيه ديالتي كيف جات صراحه زوينه كلها ومقدوده في نفس القياس، واللوين ديالها زوين بزاف. صافي هنا كنوريكم الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالتي، جات صراحه رائعه جدا، جات هشيشه وخفيفه ويعني زوينه ومجعبه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون الوصفه ديالتي عجبتكم ونال استحسانكم،
وما تبخلوش على اختكم حنان بلايك واشتراك بارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا بزاف والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله بحول الله. بسلام عليكم.